السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أهم سبب من أسباب فشل عملية التأهيل إيه؟ أهم سبب هو الفراغ. دايما هتلاقي الفراغ ده سبب رئيسي في فشل عملية التأهيل. سبب رئيسي في فشل أي حاجة. على سبيل المثال، الطفل تلاقي والدته بتشتكي تقول لك الواد ماسك التليفون ليل نهار، الواد بيتفرج على التلفزيون ليل نهار، مش عارفه امنعه من التلفزيون ازاي. طيب ما انا لو سحبته منه التليفون هو قاعد فاضي ما بيعملش حاجه، فالفراغ هيخليه يمسك التليفون ويتفرج على التلفزيون. الطفل بتاع فرط الحركه وتشتت الانتباه، دايما تلاقي الام تقول لك انا مش عارفه اعمل ايه، الطفل ليل نهار عمال يتنطط على الكراسي والترابيزات والكنب ويضرب في اخواته. الفراغ، ما انا لو شغلت وقت الطفل، سواء الطفل فرط الحركه ده او الطفل اللي قبليه اللي بيتفرج على التلفزيون وماسك الموبايل، لو شغلت وقته في نادي، في كتاب، في رياضه، في درس، في مدرسه، في حضانه، اللي هو ينزل يلعب في الشارع، على الاقل اديله اوامر في البيت، اشغل وقته، مش هيبقى عنده فرط حركه، اشغل وقته، مش هيبقى ماسك التلفزيون والموبايل ليل نهار. نفس القصه طفل التوحد، تيجي الام تشتكي الطفل ليل نهار عمال لازمات، الطفل ليل نهار عمال حركات تكراريه، الطفل ليل نهار عمال استثاره ذات. ما هو العيل قاعد ما بيعملش حاجه، ما هو لازم يبقى فيه لازمات تكراريه، لازم يبقى فيه